طالبة عندها 19 سنة اختفت بدون أي أثر، وكل الدلائل بتقول إنها حصل لها حاجة مرعبة. وأسرة الطالبة دي عاشوا أيام كلها كوابيس، وما كانوش يتمنوا إن كابوس منهم يتحقق. وتحل لغز القضية دي كلها من كاميرات المراقبة. فخلاص بقى، أنا متأكد إنك محضر لي أكلك اللذيذ وكمان مشروبك اللي هيعدل لك مزاجك. وبسم الله نبدأ بكوهات جديدة. شريكي العزيز جدا، ازيك؟ بتبدأ الحكاية يا عزيزي يوم 26 مايو سنة 1999، وتحديدا في ولاية مينيسوتا الأمريكية. ليلة روتينية طبيعية للطالبة كاتي بوهارير، واللي كانت شغالة في الشفت المسائي للمتجر التابع لمحطة الوقود أو البنزين اللي موجودة على الطريق العام، واللي كانت نسبيا بعيدة عن المدينة. والليل فيها كان صعب جدا لأنها في مكان مظلم وما فيهاش انوار كتيره. صاحبتها كاثي اللي كانت شغاله في المطعم اللي جنب البنزينه جات لها المتجر وقعدوا يتكلموا مع بعض شويه، وبعد كده خدت بعضها وراحت للمطعم اللي شغاله فيه. اما رجل الشرطه ديل فكان في النوبه الليليه بتاعته، وكان يعرف كيتي كويس، فعدى عليها يطمن، خصوصا ان هو كان عارف انها شغاله لوحدها وفي مكان معزول زي ده، لان كيتي كانت بنت رقيقه وجميله جدا، وكمان سنها صغير، ومن البديهي انه يخاف عليها من اي حد يعدي عليها من المتسكعين يضايقها او يأذيها. المهم اطمن عليها وسألها لو محتاجة حاجة، وبعد كده مشي، ولكنه ما كانش يعرف انها هتكون اخر مرة يشوفها فيها. بعد منتصف الليل وتحديدا الساعة 12، ست دخلت المتجر علشان تحاسب على البنزين اللي خدته، ولكنها لاحظت حاجة غريبة، وهي ان مفيش اي حد موجود في المتجر. وكمان لاحظت على الكاشير ان في ناس سايبه فلوس وملاحظات مكتوبه على ورق ومتسابه، وده طبعا بعد لما ما لقوش حد في المتجر. فالست حست ان الموضوع غريب وما رضيتش تسيب الفلوس زي الباقي، وعلى طول اتصلت بالشرطه تبلغهم باللي شافته. طبعا الضابط ديل جاله اختار بالكلام ده، وهو طبعا اقرب واحد للمكان، فخد بعضه وراح بسرعه علشان يشوف ايه اللي حصل. واول ما دخل طبعا اول حاجه لفتت انتباهه هي الفلوس اللي سايبينها الناس والملاحظات، ولاحظ ان الملاحظات دي كمان كانت مكتوبه بالوقت بالظبط، واللي يوضح ان كيت اختفت من حوالي اكتر من نص ساعه، وهي عارفه كمان ان في زباين كتيره بتيجي المتجر، وكمان في فلوس موجوده في الخزنه. فبدا ان هو يدور في المتجر كله، وكمان دخل الحمامات ولكن ما لقاهاش. وفي الوقت ده لقى مفاتيح عربيتها وشنطتها كمان، ولقى ان العربيه بتاعتها كانت مركونه زي ما هي. وبالفعل اتاكد ان كيتي في الوقت ده حصل لها حاجة. بلغوا أهلها وخطيبها باللي حصل، واللي طبعا كانوا في حالة صدمة. وفي الوقت ده الشرطة عملت حملات تفتيش كبيرة جدا، ولكن للأسف بدون أي أثر. وكانوا خايفين إن كل ما يعدي وقت كل ما فرصة إن يحصل لها أي مكروه بتزيد، فاتجهوا لأقرب شاهد للحادثة، وهي كاميرات المراقبة. وكان عبارة عن 4 كاميرات متوزعين في المتجر كله. ولاحظ رجال الشرطة ان الفيديو ابيض واسود، والجودة كانت رديئة جدا، ولكن للأسف كانت هي الدليل الوحيد اللي يقدروا يمشوا وراه. واللي قدروا يلاحظوه في الكاميرات ان الساعة 11 و11 دقيقة كانت كيتي ظاهرة في الوقت ده بتنظف الأرفف، والساعة 11 32 دقيقة دخلت الغرفة الداخلية للمتجر، وكانت كل حاجة لحد الوقت ده طبيعية جدا. ولكن بعد دقيقة بالظبط الساعة 11 33 في راجل دخل المتجر وفضل موجود 3 دقايق لحد ما خرجت كيتي وبدأ يتكلم معاها كأنه يعرفها. بس للأسف طبعا ما كانش فيه صوت في الفيديو، فما قدروش يعرفوا ايه اللي كانوا بيقولوه. وحتى الشرطة لاحظت ان الحديث اللي كان ما بينهم ما كانش بيوحي بالتوتر او القلق من ناحية كيتي، لحد ما خرج الراجل ده من المتجر. ولكن الغريب في اللي جاي بقى، الراجل دخل تاني وتوجه لكيتي اللي كانت في الوقت ده واقفة بتنظف الأرفف، وخدها وبعدوا عن الكاميرات. وبعد لحظات ظهرت كيتي والراجل ده بيزقها بره المتجر، وراح لافف حبل على رقبتها وبدأ يجرجرها لبره. وطبعا الكاميرات سجلت كل اللي حصل ده، لكن للأسف ما كانش ظاهر أي تفاصيل من ملامح الراجل ده بسبب جودة الفيديو. بس من خلال التفاصيل البسيطة اللي كانت موجودة ظهرت الراجل ده أطول من كيتي، ولون بشرته كانت بيضة. بعد ما الشرطة عرفت التفاصيل دي بلغوا أهل كيتي باللي حصل لبنتهم واللي اكتشفوه في كاميرات المراقبة. وصاحبتها كاثي اللي كانت شغالة في المطعم اللي جنبها اتصدمت لما عرفت اللي حصل لصاحبتها، خصوصا انها كانت لسه واقفة معاها بتتكلم من حوالي ساعة. وفي الوقت ده حكت للشرطة حاجة غريبة جدا حصلت معاها وهي بتقفل المطعم. الساعة 10 بالليل وهي بتقفل أنوار المطعم وبتقفل، دخل عليها راجل وطلب ان هو يخش الحمام، وكان باين عليه ان هو سكران ومش في وعيه. ووصفت كاثي الراجل ده وقالت ان هو كان لابس قميص ابيض وبنطلون جينز، وشعره ما كانش مهندم، وكان سنه باين عليه ان هو في نهاية الاربعينات
بداية الخمسينات. أما العربية بتاعته فكانت شاحنة سوداء، ولوحة الشاحنة دي كان عليها أرقام وحروف كافي قالت البعض منها اللي كانت فاكراه. رجال المباحث بيقولوا للأسف لما طبقوا الراجل اللي موجود في كاميرات المراقبة بالراجل اللي وصفته كافي ما كانوش متطابقين. اللي كان في الكاميرات كان باين عليه ان هو سنه اصغر وكان مهندم اكتر من اللي وصفته كافي. في الوقت ده اتعمل عمليات بحث مكثفة في الحقول والبحيرات والمزارع، وشارك في عمليات البحث دي متطوعين كتير جدا، وكمان استخدموا الطيارات الهليكوبتر والكلاب البوليسية، ولكن للأسف برضه مفيش أي أثر لكيتي. وفي الوقت ده الشرطة بقى ليها توجه جديد، وهو إنهم يدوروا على كل الشاحنات السوداء اللي موجودة في المنطقة واللي كمان عليهم نفس الأرقام والحروف اللي وصفتهم كافي. واكتشفوا ان في شاحنات كتيرة جدا لونها اسود وبتحمل نفس الارقام والحروف اللي كانت فاكراهم كافي. فعملوا عمليات استجواب مكثفة لاصحاب الشاحنات دول، ولفت انتباههم واحد من اصحاب الشاحنات دول كان اسمه دونالد بلام، ولكن اللي لقوه في الوقت ده كانت مراته، وقالت ان هو كان عنده شاحنة بيضة وباعها من شهر. وللأسف القضية لحد دلوقتي واصلة مع الشرطة لطريق مسدود. فبدأوا انهم يدوروا في السجلات عن الناس المسجلة خطر، واللي سجلاتهم حفلة بالاعتداءات السيكو سيكو عشان الفيديو ما يتحظرش. وحتى دول برضو كانوا كتير، لحد ما الشرطة جالها بلاغ من شخص بيقول انه شاكك في صديق ليه هو اللي متورط في القضية، وصديقه ده كان اسمه دونالد كريستيان. للعلم ان ده دونالد كريستيان، واللي قبله اللي مراته قالت ان هو باع الشاحنة البيضة بتاعته كان اسمه دونالد بلام عشان ما تتلخبطش. والشخص ده شك في صديقه لانه كان ليه سجل في الاعتداءات فاستدعوا دونالد كريستيان ده واستجوبوا، وطبعا انكر تماما وقال ان هو ملهوش اي يد في الموضوع. ولكن اللي لفت انتباه الشرطة انه كان في شبه كبير جدا بينه وبين الشخص اللي كان موجود في كاميرات المراقبة. فخدوه للمتجر ووقفوه في نفس المكان علشان يشوفوا التشابه اللي ما بينهم، ولاحظوا ان في تطابق كبير فعلا بينهم في الشكل والهيئة والطول وحتى شكل الشعر. ولكنه برضه فضل مستمر في انكاره ان هو ملهوش اي دخل باللي حصل لكيتي. فهل دونالد كريستيان ده هو اللي بيدوروا عليه؟ هنشوف. دونالد كريستيان ده كان فيه على دراعه الشمال او الايسر وشم كبير على شكل عنكبوت. فرجالة المباحث فكروا ان هم يرجعوا للكاميرات ويشوفوا هل الراجل اللي كان موجود في الكاميرا كان فيه على دراعه نفس الوشم. ولكن للأسف واجهتهم نفس المشكلة الأساسية، وهي جودة الفيديو الرديئة جدا. فخطرت فكرة على بال واحد منهم، وهي انهم يبعتوا الفيديو لواحد من علماء الفلك اللي كانوا بيستخدموا في الوقت ده برامج في العلوم بتاعتهم وابحاثهم عن النجوم والكواكب. والبرامج دي كانوا بيستخدموها علشان يشوفوا الاجسام الصغيرة اللي بتسبح في الفضاء. حلوة بتسبح دي. والبرامج دي كانت بتعمل تصفية للشاشة وتعلي جودتها قدر المستطاع. فودوها لعالم فلك اسمه ديفيد، وفعلا حاول يحسن جودة الفيديو، وكانت النتيجة فعلا مذهلة. كل حاجة بانت بوضوح كبير. ولكن المفاجأة ان مفيش اي وشوم على ايد الراجل اللي كان في الكاميرات. ولكن كان في حاجة مهمة اكتر من الوشم لفتت انتباههم، ان وش الراجل اللي في الكاميرات بان بوضوح اكتر، وكان شكله راجل كبير في السن تقريبا نهاية الاربعينات بداية الخمسينات، وكان لابس تيشيرت فريق كرة الرجبي، وكان التيشيرت عليه رقم 23. فالشرطة استعانت بلاعب فريق كرة الرجبي ده واللي كان بيحمل نفس التيشيرت رقم 23. وبدأ اللاعب ده يستغل شهرته في انه يستنجد بالناس يساعدوه لو لقوا اي حد مع نفس التيشيرت وبينطبق عليه نفس المواصفات. ولكن طبعا انت بتدور على ابرة في كوم قش. خلال ساعات الشرطة جالها مئات الاتصالات والبلاغات، لغاية ما جالهم اتصال هيغير مجريات القضية تماما. اتصل بيهم راجل يبلغ على زميله اللي معاه في الشغل اللي كان بيحمل تيشيرت فريق الرجبي رقم 23. ولكن اللي خلى البلاغ ده مختلف عن اللي قبله ان الراجل ده بيقول ان صفات زميله مقاربة جدا للصفات اللي نشرتها الشرطة. وبدأت الشرطة ان هم يستعلموا عن الراجل ده، وعرفوا انه برضه اسمه دونالد، بس المرة دي دونالد هوتشانسن. هي الاسامي خلصت. المهم يبقى احنا معانا كده دونالد بلام ودونالد كريستيان ودونالد هوتشانسن. وعرفوا ان دونالد الاخير ده له سجلات اعتداء كتيرة جدا، وكمان ليه اسماء مزورة متعددة. ولكن اللي لفت انتباههم جدا ان واحد من اساميه المزورة دي هي دونالد بلام، والاسم ده بالنسبة لهم كان اسم مألوف لان هو اول دونالد استعلموا عنه. ومراته قالت ان الشاحنة بتاعته كانت بيضة
وباعها من شهر. دونالد هوتشانسن أو بالاسم المستعار بتاعه دونالد بلام كان عنده بيت في مدينة ريتشفيلد، وكان عايش في البيت ده مع زوجته وبس. وكمان كان عنده بيت تاني بس عبارة عن كرفان، وكان قريب من مدينة موسليك. الشرطة على طول راحوا لبيته في ريتشفيلد وفتشوه، ولكنهم ملقوش أي أثر ولا ليه ولا لمراته ولا حتى لكيتي. لكنهم لقوا حاجة مهمة جدا، وهي الشاحنة السوداء اللي عليها نفس الأرقام اللي وصفتها كافي، وكان مخبيها في المراب بتاع البيت. طبعا دونالد كان بدون أي شك هو المشتبه فيه في خطف كيتي، فتوجهت الشرطة بفريق دعم لبيته المتنقل في مدينة موسليك، ولكن برضه ملقوش ليه ولا لمراته ولا حتى لكيتي أي أثر. ولكن بعد بحث مكثف منهم حوالين البيت لقوا سن بشري مرمي على الأرض، وفي الوقت ده بعتوه المختبر علشان يتحلل. وفي الوقت ده قدروا ان هم يقبضوا على دونالد في شمال ولاية مينيسوتا، وتعرفت عليه كاثي وقالت ان هو ده نفس الراجل اللي سكران اللي قابلته في نفس الليلة. وبدأ دونالد ان هو يعترف ويشرح بالظبط اللي عمله. بس قبل ما اقولك اللي قاله دونالد، فين اللايك؟ يعني مدلعك وشريك العزيز وناقص اخدك بالحضن، فين دلعك انت بقى؟ المهم دونالد بيقول ان كنت مخطط من البداية ان اخطف كيتي واعتدي عليها. فبعد ما اتاكد ان كاثي زميلتها خدت عربيتها ومشيت، روح بيته وغير لبسه وهندم نفسه، وبعد كده راح البنزينه اللي شغاله فيها كيتي. والكلام ده كان بعد ساعة ونص. ولما وصل وقف بره شويه علشان يراقب الجو، ولما اتاكد ان مفيش حد في المتجر اتهجم على كيتي، ربط رقبتها بالحبل وزقها بره المتجر، وبعد كده خدها على الكرفان بتاعه اللي كان ساكن فيه. في الوقت ده بدأت ان هي تزقه وتضربه وتحاول تدافع عن نفسها، فاضطر انه يخنقها ويموتها. وما اكتفاش بكده وبس، خدها ولع فيها وبعد كده رماها وسط النفايات. ودونالد ما ذكرش السبب اللي موت عشانه كيتي، ولكن الشرطة كانت شبه متأكدة ان هو عمل كده علشان ما تتعرفش عليه، خصوصا ان زبون دايم في المتجر وهي عارفاه كويس. وفي 16 أغسطس سنة 2000 اتحكم على دونالد بالسجن المؤبد، وكان الشاهد الأساسي في القضية دي هي كاميرات المراقبة. شريكي العزيز جدا، بتمنى الوقت اللي خلتني أكون جزء منه ما يكونش راح هدر. خلي بالك من نفسك وهتوحشني لحد ما أشوفك الجمعة الجاية في متعة جديدة. سلام.